السلام عليكم. الدور الجزائري الجولة السادسة، 4 مباريات لعبت اليوم وهي كالآتي: شباب قسنطينة نجم مقرة، مولودية البيض اتحاد واتسوف، مولودية وهران أمام اتحاد خنشلة. والمباراة الرابعة مولودية الجزائر شبيبة الثورة. إليكم نتائج مباريات اليوم الجولة السادسة من الدور الجزائري. شباب قسنطينة يخسر فوق أرضية ميدانه أمام نجم مقرة. الهدف سجل عن طريق بورحلة في الدقيقة 70 وخروج فؤاد حداد في الدقيقة 90 ببطاقة الحمراء. المباراة الثانية مولودية البيض تفوز على اتحاد واتسوف ب4-0 من تسجيل كمان ميلود في الدقيقة 11. عاد كمان ميلود بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49. عز الدين برياح في الدقيقة 81 يضيف الهدف الثالث. ياسر بالعريبي في الدقيقة 83 يضيف الهدف الرابع لصالح مولودية البيض أمام اتحاد سوف. المباراة الثانية مولودية وهران تفوز على اتحاد خنشلة 1-0 من تسجيل بن قرينة في الدقيقة 19. المباراة الرابعة مولودية الجزائر تفوز على شبيبة الثورة 4-0 من تسجيل زكريا نعيجي في الدقيقة 19. يوسف بليلي في الدقيقة 53. عاد يوسف بليلي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90 وأضاف الهدف الرابع لصالح مولودية الجزائر مرزوقي في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز مولودية الجزائر على شبيبة الثورة. مباريات السبت 18 نوفمبر الجولة السادسة: نجم بن عكنون يستقبل نادي بارادو، أولمبي شلف يستقبل وفاق سطيف، اتحاد بسكرة يستقبل اتحاد الجزائر. مباراة الأحد 19 نوفمبر شباب الوزداد يستقبل شبيبة القبائل. بالتوفيق للأندية الجزائرية في باقي المشوار. والآن مع ترتيب البطولة الوطنية بعد الجولة السادسة مؤقتا: مولودية الجزائر في المركز الأول ب15 نقطة، في المركز الثاني نجد نادي بارادو ب10 نقاط، في المركز الثالث مولودية البيض ب10 نقاط، في المركز الرابع نجد نجم مقرة ب10 نقاط، في المركز الخامس نجد شباب الوزداد ب9 نقاط، في المركز السادس نجد شباب قسنطينة ب9 نقاط، في المركز السابع نجد وفاق سطيف ب9 نقاط، في المركز الثامن نجد اتحاد خنشلة ب9 نقاط، في المركز التاسع نجد شبيبة الثورة ب8 نقاط، في المركز العاشر نجد أولمبي شلف ب7 نقاط، في المركز 11 نجد شبيبة القبائل ب7 نقاط، في المركز 12 نجد اتحاد الجزائر ب6 نقاط، في المركز 13 نجد مولودية الوهران ب6 نقاط، في المركز 14 نجد اتحاد بالسكرة ب6 نقاط، في المركز 15 نجد الاتحاد السوفي ب4 نقاط، في المركز الأخير والسادس عشر نجد نجم بن عكنون بنقطة واحدة فقط. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. ما علي إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.